المسلسل اللي هنتكلم عنه النهاردة مسلسل العودة. انت اخوي معرفش اراضيه وادور عليه. سيب الاقصر وارحل. طوق النجاة الوحيد نلاقي المنجم قبل ما السر ما يتكشف. ادم ولد سلطان رجع البلد. انت ضيعتني خلاص يا ادم. ادم كل يوم بيقرب خطوه. يحيى فين؟ يحيى كده ميت. اللي زيي ما تنفعش تحب. الذهب يا ولدي بيخلي الجنوع يطمع. موعد كان الله وصل له الاول. ولا انا ولا انت اخترنا اللي احنا فيه. ابوي بيجي قتل قتله. هيقتلوك يا يحيى، انت لازم تختفي. فين اخوي؟ الفخاره اللي بتدوروا عليها معايا. وما يزعلش من الوصول غير اللي ما ترباش عليها. خليني مش هدفع عشان محدش يتأذي. فكرك لما تقابل البت من ورا اهلها هيرضوا يدوها لك. مش عايز تصدق ان بنت الحارس مش ليك. الحاج اختك يا هاشم هي اللي بتجري ورا ادم. البلد كلها مش هتسامح. في واحد بطلع من البيت بيفضل مراقبني. انسى ان كيانتكم ليه. الحب بيجي بعد الجواز. اخوك اتقتل يا فهيم. خلي عندك كرامه. صناع مسلسل العودة بطولة الفنان شريف سلامة والفنانة طارة عماد من تصوير المشاهد الأخيرة في المسلسل واللي انتهى من تحضيراته خلال الفترة اللي فاتت. ومن المتوقع عرض المسلسل بدءا من يوم السبت 25 نوفمبر على قنوات DMC وDMC دراما ومنصة واتشت، وده بعد ما ينتهي مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع اللي بيتعرض في التوقيت الحالي. بيشارك مع الفنان شريف سلامة كل من الفنانة طارة عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، عصام السقا، حمزة العيلي ومحمد عبد العظيم وعدد كمان من الفنانين. المسلسل من تأليف أمين جمال ومن إخراج أحمد حسن ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. بتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ومعظم تصوير المسلسل في محافظة الأقصر، وبيعيش شريف سلامة قصة حب مع طارة عماد خلال الأحداث. والمسلسل طبعا مكون من 30 حلقة، وبيناقش كمان قضية هامة من قضايا الصعيد واللي ليها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث بتدور معظم مشاهد العمل في مدينة الأقصر، بالإضافة لخط درامي بالقاهرة. الجدير بالذكر إن مسلسل العودة اتغير اسمه مؤخرا ليصبح اسمه النهائي العودة بدلا من اسم منجم ذهب وبدلا من اسم كف مريم. في الفترة الحالية اللي احنا بنعيشها بيتعرض للفنان شريف سلامة مسلسل ورق التوت على قنوات CBC، ويضم مجموعة من الفنانين أبرزهم أسماء جلال وخالد أنور ومحمد كيلاني، ومسلسل من تأليف عبادة نجيب ومن إخراج حسام علي. أنا اسمي دليلة السيد، جاية أجرب التمثيل معاكم الأول. مروان غالب مخرج ومدير أكاديمية فنون. أنا اسمي منير من دار السلام، دار الأدب، دار الحنان. أنا هنا عشان أكسركم. كل واحد بطل الرواية بتاعته وبيمثل فيها. أنا بحب أدور على نقط الضعف اللي فيكم وأكمل عليها. محدش بيكسر عينه بكيفه يا سوق. ادي نفسك فرصه انك تاخد. عايزة تنزل الوكالة أجيب لي طقمين كده. بتقالب يا خايبة مش باللبس. بنت اتدورت ولازم تتخد. لما يجرب يدق لي زور. معقولة في حد بيعمل كده دلوقتي؟ أنت لو قربت من حياتي حقها هتتبرك. الدنيا دي زاوية تشكل على اللي زيي. عشان عندكم مشاعر ما تعرفوش عنها حاجة. الراجل للحرمة زي الستارة دي، ستر وغطى عليها. طولك وعرضك ده اللي اتعلف من لحمي. طول عمرك انسانه تافهه، مالكيش هدف في حياتك ولا عارفه انت عايزه ايه. بس احنا ما بنمثلش، احنا بنفرج الناس على دنيتنا. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. كان معاكم أحمد محمود، قناة ترند. أشوفكم في الفيديو القادم.